لغز شقة الهرم، حادثة قلبت القاهرة. في يوم هادي من شهر ديسمبر، مكالمة غريبة بتوصل لشرطة الهرم. في ريحة غريبة طالعة من الشقة 27، حد لازم يجي فورا. البلاغ عادي، لكن اللي اكتشفه الضابط أول ما فتح الباب قلب القضية القصة من أكبر حالات الغموض في مصر. تابعونا. الشرطة وصلت للعمارة بعد سلسلة بلاغات من السكان. ريحة غريبة طالعة من الشقة في الدور السابع، والمفتاح كأنه متساب جوه الباب. بعد محاولات كتير لفتح الباب، الشرطة كسرت الباب وبتبدأ القصة. أول حاجة لاحظوها إن مفيش كسر في الباب ولا في بهدلة في الشقة. مفيش أي دليل على عنف، لكن في الصالة لقيوا جثتين لراجلين، واحد قاعد على الكرسي والتاني مرمي على الأرض. الغريب إن مفيش أي دم أو أي إصابات واضحة، كأن الاتنين ماتوا بنفس اللحظة وبنفس الطريقة، ومش معاهم بطايق ولا موبايلات ولا أي دليل يثبت هويتهم أو شخصيتهم. الجيران قالت إن الشقة مقفولة من شهور، وإن مفيش حد شاف حد داخل أو خارج من الشقة. طب السؤال هنا، إزاي ظهروا فجأة؟ وإزاي ماتوا؟ في المطبخ لقيوا كوبايتين قهوة لسه فيهم بقايا قهوة دافية، ده معناه إن الوفاة حصلت قريب. لكن الغريب إن كاميرا المراقبة الداخلية جوه الشقة متشالة من قريب. السلك بتاع الكاميرات موجود، بس الكاميرا مختفية. طب مين اللي أخدها؟ وليه؟ في غرفة النوم لقيوا ورقة مكتوب عليها: اللي هيدور على الحقيقة هيموت زينا. الورقة مكتوبة بخط واضح، بس تحليل الخط أثبت إن هي مش لأي حد من اللي ماتوا. والروايات بين الشهود متضاربة. جار بيقول إن هو سمع خناقة في الشقة من يومين، جار تاني بيقول مفيش أي صوت اتسمع خالص. شاهد تالت بيقول إنه شاف ظل واحد واقف في البلكونة الساعة 3 الفجر، بس الكاميرات في الشارع ما بينتش أي حد. كل شهادة بتلغي اللي قبلها. بعد تفريغ كاميرات الشارع، الشرطة اكتشفت إن في شخص دخل العمارة الساعة 2 وربع الفجر. كان لابس كاب ووشه مش باين، وخرج بعدها ب8 دقايق. والصدمة وقت دخوله هو نفس الوقت اللي اتشالت فيه الكاميرات في الشقة. لكن الشخص ده ملوش أي أثر، ولا بصمة ولا اسم، ولا حد شافه وهو داخل العمارة ولا وهو خارج. تقرير الطب الشرعي بيقول إن الحالتين الوفاة ماتوا بتوقف تنفس فجأة، لكن السبب غير معروف. القضية اتقفلت مؤقتا واتسجلت حالة وفاة غامضة. لحد النهاردة الكاميرا اللي اختفت ما ظهرتش، والشخص اللي دخل العمارة مجهول، والورقة اللي لقيوها في أوضة النوم محدش عارف مين اللي كتبها. والسؤال هنا، هل الاتنين كانوا بيحققوا في سر كبير، ولا انهم كانوا ضحايا لحد كان بيخفي حاجة اكبر من انها تتحكي؟ بعد اسبوع من قفل القضية، واحد من سكان العمارة وصل لاسم الشرطة بنفسه. راجل عجوز ساكن في الدور اللي فوق الشقة، قال جملة واحدة قلبت التحقيق: أنا سمعت صوت غريب طالع من الشقة قبل الحادثة بساعات. سألوه تسجيل إيه ده؟ قال: أنا سمعت صوت راجل بيقول اقفل الكاميرات، الراجل جاي بسرعة. العجوز ده سمع الصوت من خلال هواية الحمام، لكن ما كانش فاكر التوقيت إيه بالظبط. بعد الشهادة دي، النيابة أمرت بإعادة فتح الشقة وفحصها من جديد. وهنا حصلت المفاجأة. ورا الدولاب لقيوا هارد ديسك صغير جدا، متغطي بطبقة تراب كده خفيفة، واضح انه وقع من حد كان بيحاول يخبيه بسرعة. الهارد كان متشفر، مفيش جهاز قدر يفتحه إلا لما بعتوه لمعمل تقني متخصص. بعد يومين قدروا يفتحوا جزء منه. أول فيديو لقيوه مدته 14 ثانية، الكاميرا ثابتة وباين فيها وش واحد من الشخصين اللي مقتولين في الصالة. وشه كان مرعوب وبيتكلم بصوت واطي وهو بيبص للباب، وبيقول لو شفت الفيديو ده ما تفتحش الباب لأنك هتموت. وبس الفيديو كده وقف فجأة.
مفيش صوت تاني، مفيش اعتراف، مفيش أي حاجة. بس واضح إنه كان مستني حد أو كان خايف. الخيط اللي وصلهم للحقيقة، فريق التقنيين لقيوا ملف تاني في الهارد مكتوب باسم E27، وهو نفس رقم الشقة. ملف كان يحتوي على 3 أسماء لأشخاص، واحد منهم معروف إن ليه علاقة بعمليات نصب كبيرة، بس الشخص ده مات من حوالي سنة كاملة. إزاي اسمه ظهر؟ وإيه علاقته بالموضوع ده أصلا؟ بعد نشر خبر فتح القضية، واحد من أقارب الضحية الأولى بعت رسالة سرية للنيابة. الرسالة بتقول إن الاتنين كانوا شغالين على توثيق عملية نصب سرية، وإنهم كانوا مستهدفين من أكتر من جهة. وآخر جملة كانت: هم ماتوا يوم ما قرروا يسلموا الدليل. بعد يومين من ظهور الرسالة، معمل الفحص التقني حصل فيه محاولة اختراق. حد حاول يمسح الملفات الخاصة بالهارد، لكن تم إنقاذ جزء صغير من الفيديوهات. المحاولة دي كانت متقنة جدا وتمت من جهاز خارج مصر، تخلى القضية تتحول من قصة غامضة لقضية كبيرة جدا. قبل ما يتم اختراق كل حاجة، الأجهزة الأمنية قدرت تسترجع 4 ثواني من الفيديو. الفيديو بيبدأ بصوت عالي والكاميرا بتتهز، وفي صوت راجل بيصرخ: اطفي النور، اطفي النور. بعدها الفيديو قطع. القضية اتسجلت وفاة في ظروف غير معروفة، لكن لحد النهاردة في 3 أسئلة محدش قدر يجاوب عليهم. فين الكاميرا اللي اتشالت؟ مين الشخص اللي دخل العمارة قبل ما تتشال الكاميرات على طول؟ وإيه اللي كان على الهارد ديسك ده واتمسح؟ والغريبة إن السكان بيقسموا إن في ريحة غريبة طالعة من الشقة بعد ما شالوا الجثث بيومين، ولحد النهاردة محدش قادر يعيش في العمارة كلها لمدة 24 ساعة بس.